بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي في اليوتيوب. ضيفنا الليلة الحبيب علوي الكاف، شيخنا وأستاذنا. والحبيب علوي حفظه الله رجل من أهل العلم والفضل، من فقهاء الشافعية، وهو من دعاة التسامح والتعايش. الحديث الليلة سيكون بيننا حول موضوع أو حول بالضبط الأصول التي ينبني عليها أو الأفكار التي تؤسس للعنف والتطرف والتشدد. من تلك الأفكار التي يروج لها دعاة التطرف ودعاة العنف ودعاة التكفير قضية هجر المبتدع، التي للأسف هناك لها جذور أحيانا في بعض الكتب القديمة، واصطادها هؤلاء وجعلوها كأنها من أصول الدين. وكما قال القدماء من سلف هذه الأمة: كلام العلماء على جلالة قدرهم يستدل له ولا يستدل به. فالأدلة الشرعية في كتاب الله وسنة النبي والأدلة المعروفة في أصول الفقه. أما أن نأخذ كل مقولة صحت سندا أو لم تصح ونجعلها كأنها قرآن منزل من السماء، فهذا مما لم يقل به أحد من العلماء. نترك الكلمة الآن لسيدنا الحبيب الشيخ علوي ليستفيض في الحديث عن موضوع هجر المبتدع وتفنيد هذه المسألة. تفضلوا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام أولا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، شكرا للحبيب سالم المشهور على هذه المقدمة الرائعة المباركة، التي إن شاء الله تكون كمدخل إلى مدارسة ومراجعة قضية وإشكالية هجر المبتدع. وللأسف الشديد أن هجر المبتدع أخذ بعدا آخر من بعد الذي يؤدي إلى العنف اللفظي ويؤدي إلى التفرق والتشتت بين المسلمين، حتى للأسف أصبح تطبيقات قضية هجر المبتدع بين دعاة الإسلام وبين طلبة العلم وصلت إلى أكثر من الهجر، بل وصلت إلى أكثر من الهجر، بل وصلت إلى أكثر من اتهام بالبدعة. أحيانا تصل حتى إلى أنه يقاطع المقاطعة الاجتماعية، وأحيانا يصل إلى المقاطعة العلمية، وأحيانا يصل الأمر إلى المقاطعة المالية، أنه حتى يمنع عنه المساعدة ويمنع عنه كل ما يستطيع أن يساعد به. فالأمر جد خطير. وكما قال الحبيب بارك الله فيه وجزاه الله عنا خيرا في موضوع هذه الآثار التي وردت، أولا قبل ما ندخل في هذه الآثار التي وردت في هجر المبتدع، أحب أن أذكر بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي كلكم تعرفونه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، صححه الحافظ العراقي في تخريج اللحية، والنووي في رياض الصالحين، والألباني رحمه الله: لا يحل لمسلم، شوف تأملوا هذا الحديث،
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أي المسلم فوق ثلاث فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. وهذا وعيد شديد، فانتبهوا يا إخواني الأعزاء أيها الإخوة الكرام. الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن الآن حتى الكفار نتعايش معاهم ونجلس معاهم من البوذيين، وحتى كفار ما لهم ديانة، حتى هؤلاء الكفار ليسوا من النصارى وليسوا من اليهود، ونحن نجالسهم ونجلس معاهم ونأكل معاهم في كثير من جوانب الحياة المعيشية. ما بالك بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله مع ذلك هذا الإنسان متأول في قوله أو متأول في عمله، فكيف تحكم عليه وطبق عليه هذا حكم الظالم، حكم الهجر، أن تهجر أخاك بمجرد أنه يعمل عمل هو يراه أنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الأمر جد خطير. وقبل ما ندخل في الموضوع باستفاضة أحب أن أذكر بهذه الأقوال التي دائما نسمعها حتى من طلبة العلم من المبتدئين. طلبة العلم أولاد صغار توهم في العلم، نسمعهم ليل ونهار يجيبون ويذكرون ويعظون الناس ويذكرون الناس كأن الناس والعياذ بالله خرجوا من الإسلام. من هذه التي وردت عن السلف لا تجالس من عظم، نعم من هذه الآثار التي وردت عن السلف للأسف الشديد في مفهوم هجر المبتدع قولهم من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. يا الله، على هدم الإسلام. من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذه واحدة. الأمر الثاني قول بعض السلف ومن تبسم في وجه مبتدع. أنت مجرد ما تتبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله سبحانه وتعالى، بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب يا أخي تبسم في وجه أخيك حببه إلى الإسلام. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله سأله أحد الناس يا شيخ ما حكم تارك الصلاة؟ هل قال له كفره أو قال هجره؟ قال حكم تارك الصلاة أن تأخذه معك إلى المسجد. خذه معك المسجد، علمه الصلاة، حببه إلى الصلاة، مش تكرهه في الدين وتكرهه في الصلاة. هذا شوف أحد السلف الله إن صحت هذه الروايات، هذا أولا يحتاج إلى تتبع إسناد هذه الروايات. إذا صحت، حتى لو صحت فإنها تعارض مجموع الكتاب والسنة من الأدلة القطعية الدلالة والثبوت التي تحث المسلم وتحث المسلمين جميعا على التواصل وعلى الأخوة وعلى حب بعضهم بعضا. كذلك هنا من هذه النصوص من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. للأسف الشديد مثل هذه النصوص عندما تصل وتقع في يد شبابنا وصغار طلبة العلم وبعض الشباب من المتحمسين ويطير بها شرقا وغربا في نشر الهجر ونشر العنف اللفظي بين الناس، الأمر هنا جد خطير يا إخوة. ثم يا إخواني الكرام هناك موضوع البدعة. هناك العلماء اختلفوا في البدعة، هل هناك في بدعة حسنة أو لا؟ جمهور العلماء لو تتبعنا هم ممن يقول بتقسيم البدعة. الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء
يقول بتقسيم البدعة على 5 الأحكام التكليفية: البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المكروهة، والبدعة المباحة. وتبعه الإمام النووي، وتبعه شارح البخاري الإمام ابن حجر العسقلاني، وابن حجر الهيتمي، وكذلك الإمام العيني شارح البخاري، وابن عبد البر، كثير من، والإمام السبكي، والإمام السيوطي رحمه الله. وروي عن الشافعي كما روى البيهقي قال: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فيا أخي، كبار العلماء من السابقين واللاحقين من يقول بتقسيم البدعة. فإذا أنت لا ترى هذه البدعة الحسنة وأنا أرى البدعة الحسنة، فليس من العدل، وليس من الإنصاف، وليس من الإسلام، وليس من العقل، وليس من المنطق أن تعاملني على أن تهجرني وتنشر هذا الهجر وتفرق بين المسلمين وتشتت شمل المسلمين بهذه الآثار التي الله أعلم هل صحت عن هؤلاء السلف أو لم تصح. حتى لو صحت، مقابل من يرى البدعة الحسنة يمكن هؤلاء يقصدوا فيها البدعة السيئة، وأنا لا أرى البدعة السيئة. هناك قواعد كثيرة ذكروها العلماء: لازم المذهب ليس بمذهب. هناك قواعد أخذوها العلماء: الأخذ بالتأويل في العقيدة، الجاهل الذي العذر في الجهل في العقيدة، هناك العذر الجهل في العقيدة، التأويل في العقيدة من يقع له تأويل، والجهل في أمور كثيرة. العلماء جزاهم الله خير كمخرج من هذه الأمور. فعلينا أيها الإخوة الأعزاء، أيها الإخوة الكرام، أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نكون وقافين عند حدود الله تعالى، وأن نحذر كل الحذر من أن نفهم هذه النصوص من نصوص الأصلية من الكتاب والسنة. لا يوجد في الكتاب والسنة هذا المفهوم الذي جاء عن بعض هؤلاء السلف رضي الله رحمهم الله وعفى الله عنا وعنهم. فينبغي أن نحذر ونحذر أولادنا ونحذر شبابنا أن يقعوا في إشكالية قضية هجر المبتدع. في كتب التراث موجودة، وكتب التراث هذه نسأل الله أن يهيئ علماءنا الكرام أن يبينوا موقف الصحيح من نصوص الكتاب والسنة من خلال الاستقراء، نفهم هذا الفهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وألا يفرق بيننا، وأن يجعلنا بنعمة الإسلام إخوانا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.